باتت الحياة سريعة الإيقاع، والمهمات المطلوبة فيها كثيرة. قد يكون اليوم بكامله غير كاف لإتمام الواجبات، وكأنه ركض لا ينتهي. ومع ذلك كن مطمئنا. قراءة إذاعية يومية لرائعة الشيخ عائض القرني. لا تحزن. يعدها ويقدمها لكم خالد ناجي الفقيه. أحبتنا المستمعين الكرام، الأمل هي تلك النافذة الصغيرة التي ومهما صغر حجمها إلا أنها تمنحنا آفاقا واسعة لحياة أفضل. طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم. أمن يجيب المضطر إذا دعا. أخي المستمع الكريم، من الذي يفزع إليه المكروب ويستغيث به المنكوب، وتصمد إليه الكائنات وتسأله المخلوقات، وتلهج بذكره الألسن وتألهه القلوب؟ إنه الله، لا إله إلا هو. وحق علي وعليك أخي المستمع أن ندعوه في الشدة والرخاء والسراء والضراء، ونفزع إليه في الملمات، ونتوسل إليه في الكربات، وننطرح على عتبات بابه سائلين باكين ضارعين منيبين. حينها يأتي مدده، ويصل عونه، ويسرع فرجه، ويحل فتحه. قال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعا. صدق الله العظيم. فينجي حينها الغريق، ويرد الغائب، ويعافى المبتلى، وينصر المظلوم، ويهدى الضال، ويشفى المريض، ويفرج عن المكروب. قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. صدق الله العظيم. أخي المستمع الكريم، لن أسرد عليك هنا أدعية إزاحة الهم والغم والحزن والكرب، ولكن أحيلك إلى كتب السنة لتتعلم شريف الخطاب معه، فتناجيه وتناديه وتدعوه وترجوه. فإن وجدته وجدت كل شيء، وإن فقدت الإيمان به فقدت كل شيء. إن دعاءك ربك عبادة أخرى،
وطاعة عظمى ثانية فوق حصول المطلوب. وإن عبدا يجيد فن الدعاء حري ألا يهتم ولا يغتم ولا يقلق. كل الحبال تتقطع إلا حبله، كل الأبواب توصد إلا بابه، وهو قريب سميع مجيب، يجيب المضطر إذا دعاه، وأنت الفقير الضعيف المحتاج، وهو الغني القوي الواحد الماجد بأن تدعوه. قال الله تعالى: ادعوني أستجب لكم. صدق الله العظيم. إذن أخي المستمع الكريم، إذا نزلت بك النوازل وألمت بك الخطوب فالهج بذكره واهتف باسمه واطلب مدده واسأله فتحه ونصره. مرغ الجبين لتقديس اسمه لتحصل على تاج الحرية، وأرغم الأنف في طين عبوديته لتحوز وسام النجاة. مد يديك، ارفع كفيك، أطلق لسانك، أكثر من طلبه، بالغ في سؤاله، قم بالإلحاح عليه، إلزم بابه وانتظر لطفه وترقب فتحه العظيم. أشد باسمه وأحسن ظنك فيه، انقطع إليه، تبتل إليه تبتيلا حتى تسعد وتفلح. حلقتنا لهذا اليوم انتهت، نلقاكم في حلقة مقبلة بإذن الله. نستودعكم الله. باتت الحياة سريعة الإيقاع، والمهمات المطلوبة فيها كثيرة. قد يكون اليوم بكامله غير كاف لإتمام الواجبات، وكأنه ركض لا ينتهي. ومع ذلك كن مطمئنا. قراءة إذاعية يومية لرائعة الشيخ عائض القرني. لا تحزن. يعدها ويقدمها لكم خالد ناجي الفقيه.